اتفضلي يا شاب، بيتك ومطرحك. خش برجلك اليمين، بيتك ومطرحك. مطيالة يا سكينة، نورتي. يا حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة جولة جديدة من قناة منوعات وحكايات مع شمس. جولتنا النهاردة في مدينة الإسكندرية، خاصة في حي اللبان. مين فيكم زار الحي ده قبل كده؟ الحي اللي مازال يتميز بالمنازل السكنية والتراث القديم لمدينة الإسكندرية قديما. الحي ده اللي شهد في عام 1920 سلسلة من أبشع الجرائم اللي حصلت على مر الزمن، من الدعارة والمخدرات والبلطجة وقتل النساء من أجل سرقتهم، وطبعا اللي قام بيها ريا وسكينة. كنت في زيارة لمدينة الإسكندرية وقلت لازم أزور حي اللبان، الحي اللي شهد على أبشع الجرائم اللي حصلت على مر الزمن في مدينة الإسكندرية. الحي ده واحنا ماشيين فيه، البيوت القديمة اللي فيه بتعيشك في جو تاني خالص وبترجعك بالزمن لورا لعام 1920. حي اللبان والمساكن القديمة الموجودة فيه اللي بترجعك بالزمن لورا، وبيت رايا وسكينة واسم اللبان واليافط اللي موجودة على كل شارع من 1920 لحد الآن، والقهاوي القديمة والحاجات دي كلها. لما تحب تسمع قصة رايا وسكينة ما تسمعهاش من كتاب، ما تسمعهاش من تلفزيون، روح بنفسك امشي في الحي ده، شوف البيوت القديمة اللي ما زالت موجودة لحد دلوقتي، شوف بيت رايا وسكينة وشوف اسم اللبان وشوف اليافط القديمة اللي بنسمع عنها في حكاية رايا وسكينة. حاجة كده بتعيشك في جو يعني من الإثارة انك تسمع قصتهم وتعرفها اكتر من ان انت تسمعها في تلفزيون او في اي مكان. بجد كانت جولة كويسة جدا واستمتعت بيها، وحبيت ان انا اروح اصور بيت رايا وسكينة واصور الشارع اللي كان موجود فيه بيت رايا وسكينة، واسأل احد الجيران المجاورة للبيت ده عن قصة رايا وسكينة. في ناس هناك بتبقى عارفة القصة بالكامل، عكس القصص اللي احنا بنسمعها تماما. تعالوا مع بعض نشوف بيت رايا وسكينة ونعرف قصتهم ومين هم رايا وسكينة وعملوا ايه وايه الجرائم البشعة اللي قاموا بيها سنة 1920. ريا وسكينة علي همام، أختين من أشهر السفاحين في مصر، لأنهم اشتهروا بتكوين عصابة لاستدراج النساء وقتلهم من أجل السرقة في الفترة ما بين ديسمبر 1919 ونوفمبر 1920، مما تسبب في خلق حالة من الذعر في مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت. نزحتا في بداية حياتهم برفقة والدتهم وأخوهم الأكبر أبو العلا من صعيد مصر لكفر الزيات، ومن ثم إلى مدينة الإسكندرية، واستقروا بها في بداية القرن العشرين، حيث بدأوا العمل في الأعمال الغير مشروعة مثل تسهيل التعاطي والمخدرات والخمور عن طريق إنشاء محل سرية لتلك الممارسات وتسهيل الدعارة السرية، إلى أن انتهى بهم المطاف باستدراج النساء وقتلهم بهدف السرقة والاستيلاء على مصاغتهم الذهبية بالاشتراك مع محمد عبد العال زوج سكينة وحسب الله سعيد مرعي زوج ريا.
بدأوا نشاطهم في العصابة اللي كونوها لما كانت الأختين ريا وسكينة بيقوموا في البداية بإغراء وخداع الضحية بالكلام المعسول لحد ما الضحية تثق فيهم، وبعدين ياخدوها معاهم البيت ويبتدوا إنهم يقدموا لها خمرة قوية المفعول بتخليهم يسكروا جدا ويفقدوا القدرة على التركيز والقوة على المقاومة. وبعد كده كل فرد من أفراد العصابة عارف دوره وهيعمل ايه مع الضحية عن طريق كتم أنفاسها. وطبعا المعلومات دي عرفوها من خلال المتهم محمد عبد العال أول من أضاف إلى التحقيق أول تفاصيل عن كيفية قتل ودفن الضحايا علشان ينفي أي كلام اتقال عن العصابة عن أي طريقة قتل أخرى، وإن الطريقة الوحيدة هي كتم أنفاسهم. واتكلم في التحقيقات عن توزيع الأدوار فيما بينهم خلال عملية القتل، وقال إن دوره كان إنه يشل قدمي الضحية بينما يتولى واحد تاني من أفراد العصابة شل ذراعيها يعني تكتف إيديها وتكتف رجليها، والتالت بيقوم بتثبيت رأسها ليتمكن الآخر من كتم أنفاسها. واول ما الضحيه تفارق الحياه بيقوموا بقى الاختين ريا وسكينه بتجريدها من ذهبها وكل مصوغاتها وملابسها، وبيقوموا بدفنها في نفس المكان وياخدوا الذهب ويبيعوه لاحد الصاغه في السوق، وبعد كده بيتقسموا الفلوس مع بعض. واستمر نشاط العصابه في استدراج الضحايا وقتلهم حتى وصل عددهم ل17 سيده. ومن واقع التحقيقات الى ان تم اكتشاف جرائمهم عن طريق الصدفة. البداية كانت في ديسمبر في 11 ديسمبر 1920 حيث تلقى اليوزباشي إبراهيم حمدي نائب مأمور اسم اللبان بالإسكندرية إشارة تليفونية من عسكري الدورية بشارع أبي الدرداء إلى إنهم عثروا على جثة امرأة بالطريق العام، وإنهم مش عارفين مين صاحبة الجثة لأنها كانت بقايا عظام. ومن جهة تانية كان في راجل ضعيف البصر اسمه أحمد مرسي عبده قدم بلاغ انه وهو بيفحر في بيته لإدخال المية اتفاجئ بالعثور على عظام، وكمل الحفر لحد ما وصل إلى بقية الجثة اللي خلته يجري على الفور ويقدم بلاغ. وبعد ما عملوا تحريات وبحث عن وجود الجثة دي اكتشفوا ان البيت كان متأجر لراجل اسمه محمد أحمد السمني، وانه كان بيأجر البيت لحسابه الخاص، وان الاشخاص اللي استأجروا منه البيت كانت ريا وسكينة، وكان مأجرين الحجرة اللي لقوا فيها الجثة تحت البلاط. التحريات اثبتت ان سكينة تركت الغرفة مرغومة بعد ما طرد صاحب البيت بحكم قضائي، وبسبب محاولتها الكتيرة للرجوع للغرفة دي تاني كان الضابط شاكك في سكينة بسبب كده. نازله ابو الليل من احدى الضحايا دي اللي هي كانت صاحبه رايا، كانت الخريطه بتاعتها. ده عشماوي اللي عدمهم هو المساعد بتاعه. دي سكينه يوم زفافها مع عبد العال. الصوره دي هما بيطلعوا الضحايا، بيطلعوا الجثث من تحت الارض. ده باب البيت يا باشا، ده باب البيت بس الخشب ده احنا عاملين الديكور مع الصور دي تبع الكافيتيريا. دي رايا مش سكينه، بس احنا لما جينا لولنا الصور الراجل كتب كتابه بالعكس. دي رايا ودي سكينه. دي البنت الصغيره بديعه بنت رايا اللي وكيل النيابه اكلها الفرقه واعترفت عليهم هي وامها. دي يا باشا تقرير الطبيب الشرعي. بنكة الارض دي كلها هم كانوا في ظهر الاسم، ودول قرايب الضحايا قاعدين على باب الاسم. وده الظابط ابراهيم حمدي اللي قبض عليه. بس بقى بعد الفيلم حضرتك بحوالي 20 سنه كده ولا حاجه هدوا، يعني زي ما انت شايف كده الدهون اللي فوق دول هدوهم من جوه عشان كانوا واقعين. وقفلوه الحكومه اللي قافلاه، يعني يعتبر ملك وزاره الداخليه هو الارض دي. قفلوه بباب حديد وسدوا الشبابيك بالطوب من جوه لان هو جوه واقع. الحديد بقى والشبابيك الخشب والكلام ده كله من اياميهم.
وبعد ظهور الجثتين دول لاحظوا أحد المخبرين السريين المنشورين اللي كانوا منتشرين في كل أنحاء الإسكندرية بحثا عن أخبار بتخص اختفاء النساء في الفترة دي، وجدوا رائحة بخور مكثفة وقوية جدا بتخرج من غرفة ريا بالدور الأرضي بمنزل خديجة أم حسب بشارع علي بيك الكبير. وأحد المخبرين أصر أن البخور كان قوي جدا وان الدخان كان بيخرج من النوافذ بشكل مريب. ولما سألوا المخبر لما سأل ريا عن سر البخور المكثف ده ارتبكت جدا، وده خلاه يشك فيها، وخبر اليوسباشي إبراهيم حمدي باللي حصل. وعلى الفور انتقلت القوة من ضباط الشرطة والمخبرين ودخلوا الحجرة، فوجدوا فيها صندرة بلاطها لسه جديد وحديث التركيب بخلاف باقي البلاط، فطلب بنزع البلاط ده. ولما نزعوه وجدوا ريحة كريهة لا يتحملها إنسان. ولما استمروا في نزع البلاط وجدوا جثة امرأة. ولما كملوا الحفر أخذ اليوسباشي سابهم يعني كملوا الحفر، وأخذ اليوسباشي ريا معاه إلى القسم ليحرر المحضر، ووجدوا دليل قوي جدا وهو خاتم حسب الله المربوط بحبل دائري. يبدو ان حسب الله كان بيعلقه في صدره ووقع منه اثناء دفن احدى الضحايا. وبعد التحقيقات والاعترافات اللي حصلوا عليها من عصابة ريا وسكينة، وبعد عدة جلسات في القضية، عقدت المحكمة الجلسة الأخيرة في 16 مايو 1921 يوم الاثنين، وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة لكل من ريا وسكينة علي همام وحسب الله سعيد مرعي. ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق أبو يوسف، بتهمة المشاركة بالتستر لكل من علي حسن نصر الصائغ اللي قام بشراء بصغات جميع الضحايا. وحكمت المحكمة على ريا وسكينة علي همام وحسب الله سعيد مرعي ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف بالإعدام شنقا. وكانوا ريا وسكينة أول سيدتين يتحكم عليهم بالإعدام، وتم تنفيذ الإعدام عليهم يوم 21 ديسمبر 1921. هبقى اعملها. وطبعا دلوقتي البيت مقفول تماما من وقتها، والآن ده بيتهم اللي اتحول لبازار لجذب الزوار الفضوليين الراغبين في زيارة وتفقد منزل ومنطقة شهدت على عمليات قتل وحشية ضحاياها النساء، والمنزل محاط بصورهم وصور الضحايا ومقفول تماما، وأصوات القرآن دائما موجودة فيه. اتمنى تكون جولتنا النهاردة عجبتكم، واستنونا في جولات كتير جاية وحكايات كتير جاية مع منوعات وحكايات مع شمس.